حبايبي، قبل ما نبدأ الملخص تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص الجزء الخامس من المسلسل الباكستاني هير ميرزا. وقفنا الحلقة اللي فاتت لما هير خلاص اتخطبت يا عيني لديل نواز، وتيمور كان متضايق قوي يا حبيبي، وجت الشرطة وكملت النكد عليه وخدت تيمور، وكان متهم انه قتل حد وكمان بيتاجر في المخدرات. طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا لي الاخر ويلا بينا. وهير وزيبونيسا بيلموا حاجتهم علشان يمشوا، وطبعا زيبونيسا بيكون متضايقة جدا وبتقول لها طب على الاقل غيري هدومك الاول، وهير بتقول لها مش هغيرها، لازم نمشي بسرعة، انا مش عارفة ايه اللي ممكن يحصل تاني. فبتقول لها يعني انت شايفة انه صح ان احنا نمشي بالشكل ده؟ وهير بتقول لها وايه اللي قعدنا في الظروف دي؟ انا مش فاهمة انت ازاي بتفكري في عيلتك وما بتفكريش في عيلة ديل نواز. انا اتحركت جدا قدامهم. وزيبونيسا بتقول لها انت بتغلطي قوي يا هير، انت سايبه تيمور وبتدي فرصه لديل نواز، ده ممكن يتمادى معاكي، هو انت ما انت شايفه هو بيتعامل معاكي ازاي؟ الكل شايف طريقته معاكي. وهير بتقول لها طب وهو غلط في ايه لما طلب مني البس الفستان اللي هو جايبه وعاوزني ارجع معاه وهو بيتصرف صح؟ انا اللي كان لازم اخد بالي، هو جاب لي الفستان بكل حب، وانت فاكره انك لما تقولي كده انا هغير رايي يعني واتجوز تيمور؟ يبقى انت شايفه الفضيحه اللي عملها لنفسه ولعيلته ولا ايه؟ وبعدين ده كل يوم في مشكله جديده. وزيبونيسا بتقول لها لا انت جننتي خالص، انا مش هتكلم معاكي. وبتدخل بلقيس وهير بتجري وبتحضنها وبتقول لها ارجوكي اتكلمي مع ماما وفهميها ان اتحطيت في موقف صعب قوي قدام العيله اللي هتجوز فيها بعد اللي عمله تيمور، فهميها كمان اننا لازم نمشي من هنا. وزيبونيسا بتتعصب جدا وبتقول لها احنا غلطنا اننا جينا هنا اصلا. وبلقيس بتقول لها بلاش تتكلمي كده مع هير، هي معاها حق، لازم ما يحصلش كل ده قدام اهل جوزها علشان يفضلوا يحترموها هناك. وبتروح بلقيس وبتسلم عليها وبتقول لها ما تتأخريش بقى وتعالي يلا، وبتمشي. وبتيجي صبيحة وهي مش طايقة نفسها وبتزعق وبتلوم هير على كل اللي بيحصل مع تيمور، وكيانات بتحاول تهديها بس صبيحة بتكون متعصبة جدا وبتقول لها انت اللي دمرتي حياته، ولما انت كل همك الثروة من الاول وقعتي ابني في حبك ليه؟ وليه ما انت شايفة اللي بيحصل فيه؟ مش شايفة هو بيعاملك ازاي؟ علمك بقى اللي هياخدك ده هيعيشك خدامة في قصره، انت ما احترمتيش حب ابني ابدا ولا حتى توسلي ليكي علشان ما يزعلش. بس عارفة حتى لو ابني سامحك انا عمري ما هسامحك ابدا، وخليكي فاكرة كل اللي هيحصل لك في حياتك هيكون بسبب دعواتي عليكي. والله يا اختي ما انت داعية ولا دعوة، ده هي خلقة من عند ربنا مدعي عليها، مش ناقصاكي خالص، كفاية عليها ديل نواز. وصبيحة بتسيبها وتخرج وهير بتقول لي كيانات ايه مش عاوزة تلوميني انت كمان وتدعي عليا بالمرة؟ وكيانات بتقول لها لا يا حبيبتي مفيش ولا دعوة هتقدر تصيبك علشان انت حب اخويا، واخويا دعوته مستجابة، فمفيش حاجة هتأذيكي ابدا، انت بس خليكي مبسوطة. وبتحضنها وتمشي وهير بتفضل تعيط. وهنا ديل نواز ومامته وسهيلي وزيبونيسا بيكونوا قاعدين مستنيين هير تنزل، ومامة ديل نواز بتقول هير اتأخرت قوي هتيجي امتى؟ وزيبونيسا بتتوتر وبتقول لها هتلاقيها بتسلم على الكل وجاية، انا هروح اشوفها اهو. وديل نواز بيقول لها لا مفيش داعي سيبوها براحتها، انا عارف ان الوضع صعب عليها. ومامته بتقول له يعني ايه؟ احنا قاعدين بقالنا اكتر من ساعة، انا حاسة اننا غلطنا وكان لازم نعمل الاحتفال في بيتنا، البيت ده مليان دراما ومشاكله كتير. وديل نواز بيقول لها اهدي شوية. فسهيل بيقول له هي معاها حق، احنا محرجين جدا من افعال تيمور، كان المفروض النهارده يكون يوم سعيد للكل، انتوا حقكم تتضايقوا. وزيبونيسا بتقول لهم انا هقوم اعمل لكم شاي واشوف هير فين، وبتمشي. وديل نواز بيقول لسهيل انت لسه عريس جديد، روح اقعد مع مراتك شويه. وبيقولوا لا مش مهم، ما ينفعش اسيبكم لوحدكم. وديل نواز بيقول له لا ما انا مش غريب برضه وهتضايق انك سايب مراتك كده وقاعد معانا هنا. وبيقوم سهيل عشان يمشي وديل نواز بيديله الكارت بتاعه وبيقول له ابقى كلمني لو احتجت لاي حاجه. وسهيل بيفرح جدا وبيمشي. ومامته بتقول له لازمته ايه اللي انت عملته ده؟ وبيقول لها انا بحب اخلي الناس اللي حواليا عبيد والطمع باين عليه جدا، وانا شايف بقى ان تأخير هير ده معناه ان الدراما بتاعتها مش هتخلص ابدا، علشان كده ضروري يكون ليا عبد في البيت ده. وهنا هير بتنزل مع زيبونيسا وكيانات وبتكون لابسه الجاكيت بتاع تيمور، وكيانات بتتصور معاها وبينزلوا، وتيمور بيكون في السجن وبيفكر في هير وفي كل ذكرياته معاها.
وهير بتخرج بتودع جوجي وبتمشي مع ديل نواز. وهنا جوجي بيروح يشوف تيمور وتيمور بيسأله عن هير وجوجي ما بيردش عليه وبيغير الموضوع على طول وبيقوله انت لازم تاكل حاجة وتهتم بنفسك وما تقلقش ابدا. بابو بيحاول يخرجك وتيمور بيقوله هير كانت قلقانه وكان باين عليها الزعل قوي. وجوجي بيقوله انت سامعني ما تقلقش هما ملقوش دليل ضدك انت بس التزم بكلامك واوعى تغيره. وتيمور بيتعصب وبيقوله انا بسألك على هير انا متأكد ان في حاجه غلط انا شفت ده في عينيها ولو هي فعلا بتتجوز عن حب يبقى ما كانتش هتبقى قلقانه كده. شوف لي ايه اللي بيحصل معاها علشان خاطري وسيبك مني انا. وجوجي بيقوله انت قلقان عليها كده ليه؟ فوق بقى هي مش مهتمه بيك اصلا ومشيت لانها حست بالاحراج بسببك وانت قاعد هنا وعمالي بتفكر لي فيها وهي اصلا مش مهتمه غير بنفسها وبس. لو كانت مهتمه بيك ما كانتش على الاقل هتمشي بالطريقه دي. وتيمور بيقعد على الارض وهو مصدوم ومتضايق قوي مش عارف يقول ايه. وبيقضي تيمور كل ايامه في السجن وهو بيفكر في هير وفي كلامها عن ديل نواز. وهير بتفكر في تيمور لما اعترف لها بحبه وبتكون مش عارفه هتعمل ايه. وديل نواز بيكون في القصر بتاعه وفاكر نفسه بيحكم العالم كله وبيكون مبسوط قوي. وهنا ندى بتكون قاعده مع هير بتقول لها ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت كده خلاص خسرتي قدام ديل نواز. وهي بتقول لها لا انا خسرت قدام الحب. وندى بتقول لها انت اتجننتي انت فاكره نفسك عايشه فين؟ كان ممكن تقدمي شكوى للشرطه وتبلغي ازاي هو بيعتزك وساعتها ديل نواز ما كانش هيقدر يقرب لك ابدا. وهي بتقول لها وتيمور كان هيموت وانا مش هسمح ان ده يحصل بسببي ابدا دي حياته كلها اتدمرت بسببي. وندى بتقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت ازاي بس هتتجوزي ديل نواز؟ وهي بتقول لها خروج تيمور من السجن وحياته متوقفه على اني اقبل بسجن ديل نواز. هو ورط تيمور في قضيه قتل كبيره والموضوع مش هياخد معاه وقت علشان يوصلوا لحبل المشنقه كل ده سهل قوي عليه. وندى بتقول لها طب ما انت كده بترمي نفسك في حبل المشنقه انت كده اتجننتي خالص. وبابو بيروح للشرطه ومعاه ورق الكفاله بتاعه تيمور بس بيقولوا للاسف النهارده اجازه ويجي يوم تاني عشان المأمور يكون موجود. وجوجي وزبير بيحاولوا انهم يتكلموا مع الشرطي عشان يسمح لهم انهم يشوفوا تيمور لكن هو بيرفض وبيقول لهم انه متهم في جريمة قتل ومش هينفع تشوفوه امشوا بقى من هنا والا هحبسكم معاه. وبيسيبهم ويمشي وهما بيكونوا قلقانين عليه جدا. وهنا بلقيس بتكون قاعدة بتصلي وبتعيط وبتدعي ربنا انه يخرج تيمور من اللي هو فيه ده بسرعة. وبابو بيقول لهم ان في حد مش عاوز تيمور يخرج من السجن وهو اللي بيعمل كل ده. وهما بيستغربوا جدا وبيقولوا له بس تيمور ملوش اعداء. وسيما بتقول هنعمل ايه يعني ما اخويا مبهدل نفسه اهو. وبابو بيقول لهم اهدوا شويه المهم ان عدى شهر كامل ومفيش دليل واحد ضد تيمور يعني مش هيقدروا يعملوا حاجه. وسهيل بيقول لهم احنا دلوقتي ما عندناش مشكله واحده وبس دول بقوا مشاكل كتير جدا وكمان الشغل وطبعا محدش هيقدر يتصرف غير تيمور هو وكيانات وهير وكيانات مش موجوده. وبابا بيقول له اهدى بس الشغل هيتحل لان الجده موجوده اما بالنسبه للبيت فلازم تيمور وكيانات وهير يكونوا موجودين. وسهيل بيتعصب اكتر وبيقول له يعني هنعيش طول حياتنا عبيد عندهم؟ والله حلو قوي كده. وبيسيبهم ويمشي. وسيما بتقول لبابو انه يشوف حل ويساعد تيمور وبيقول لها انه هيروح المحكمه بكره ويتصرف. وتاني يوم بابو بيروح المحكمه علشان يقدم ورق الكفاله والراجل ده بيقولوا ان الشرطه موقفه القضيه علشان لسه التحقيق مكملش وانه كده ما يقدرش يدفع الكفاله. وبابو بيمشي وهو متضايق جدا. وهير بتكون عند ديل نواز وبتقول له تيمور لسه ما خرجش من السجن ليه؟ وبيقول لها لا طب ما انت برضو لسه ما جيتيش عندي انت طلبتي وقت زياده وانا فعلا اديتك الوقت ده ما قلتلكيش لا خالص براحتك جدا بس خليكي عارفه ان الوقت ده هيكون صعب قوي على تيمور. وبتقول له انت ليه بتجبرني على كل ده؟ وبيقول لها كل شخص عنده طريقته الخاصه في الحب ودي بقى طريقتي يا هير هعمل كل حاجه لها مقابل وانا بقى مش بجبرك انا بديكي كل اللي بتطلبيه ولو عاوزه اجبرك كنت هتكوني ببيتي من زمان قوي. وهير بتقول له خلاص انا مستعده اني اتجوزك في الوقت اللي تقول عليه. وبيقول لها لازم يكون في استعدادات العالم كله يسمع بيها. وبتقول له هير اعمل كل اللي انت عاوزه بس سيب تيمور وانا مش هطلب منك اي حاجه تاني بس تيمور يخرج براءه. وديل نواز بيوافق. وهنا تيمور بيكون قاعد بيفكر في هير وبابو بيقدم الاوراق وبيخرج تيمور براءه وعيلته بتستقبله والصحفيين بيوقفوه عشان يسالوه عن سبب اتهامه في القضيه دي ومين اللي ورطه فيها. وتيمور بيقول لهم انا عندي نفس اسئلتكم دي واول ما هعرف الاجابه هقول لكم على طول. وبيسيبهم ويمشي. وبيرجع تيمور على البيت وعيلته كلهم بيستقبلوه بيكونوا مبسوطين جدا. والجده بتستقبله وبتقول له انا عملت لك الاكل اللي بتحبه يا حبيبي. وتيمور بيقول لها لا ماليش نفس
وبيسيبها وبيروح على اوضته، وتيمور بيكون قاعد في اوضته وبيفكر في هير وبيشوف دي على السرير بتاعه. وبنرجع فلاش باك لما هير كانت ماشيه وسابت اسوره الورد على سريره وخدت الجاكيت بتاعه. وبنرجع للواقع تاني وتيمور بيشوف اسوره الورد على سريره وبيفهم انها بتاعت هير. وزيبونيسيا بتكون بتتكلم مع بلقيس وبتفرح لما بتعرف ان تيمور خرج وبتقول لها انت هتيجي فرح هير صح؟ وبلقيس بتقول لها انا مش فاهمه تصرفاتك وليه بتعملي كل حاجه مفاجاه كده وبتعزمينا زي الاغراب، انا هقول لهم ازاي دلوقتي على الفرح. وزيبونيسيا بتقول لها والله انا نفسي مش عارفه اعمل ايه، انا كمان انا مش عارفه اي حاجه، هير هي اللي بتكرر كل حاجه وانا بتفاجئ زيكم والله. وبتقول لها بلقيس خلاص لو هي عاوزه يبقى تعمل اللي هي عاوزاه وانتي افرحي لبنتك ودعواتنا هتكون معاكوا على طول. وبتقفل معاها وبتيجي ندى وبتسأل عن هير. وزيبونيسيا بتقول لها انها حابسه نفسها في اوضتها ومش فاهمه لما هي اللي اختارت الجوازه دي متضايقه ليه بقى، انا مش مصدقه ان هير بنتي اتجننت كده علشان هتتجوز واحد غني. وندى بتقول لها والله معاكي حق، هي فعلا بقت شخص تاني خالص. وبتنزل هير وبتقول لندى انت تاخرتي كده ليه، وبتسال مامتها لو اتكلمت مع جدتها وبتقول لها ايوه كلمتها وطبعا سمعتني كلمتين بسببك واكيد محدش هيجي الفرح منهم لان تيمور خرج. وهير بتفرح جدا وبتروح على اوضتها بسرعه وندى بتروح وراها وبتقول لها انت اللي خرجتي صح؟ فهير بتسكت وما بتردش عليها. وندى بتقول لها برضو لسه معاكي وقت يا هير، قولي لتيمور على كل حاجه وهو هيدمر كل حاجه عشانك. وهير بتقول لها خلاص مفيش امل، كل الطرق اخرها هيكون دي النواز. صدقيني انا مش قلقانه على نفسي، انا بس قلقانه على تيمور، ده حتى ما يعرفش ان اللي بيحبها بجنون هي نفسها السبب في كل اللي بيحصل معاه ده. انا تعبت قوي من الحب ده، عاوزه انسى الحب خالص. وتيمور بيكون مع جوجي وبيفضل يبص على اسوره الورد بحزن وجوجي بيقول له انت مصمم انك تضايق نفسك وخلاص. هي اتخطبت برضاها ومشيت من هنا كمان وبرضه برضاها، دي حتى ما سالتش عنك الفتره اللي فاتت دي كلها ولا مره، كل اللي حصل وكل اللي هيحصل باختيارها وبعدين دي فرحها بكره. وتيمور بيقول له والورد ده برضه صدفه؟ هي سابت لي الورد بتاعها في اوضتي وانا دلوقتي بعد ما قعدت وفكرت في كل اللي حصل لقيت ان هير ما كانتش بخير ولا مبسوطه، كانت بتقول حاجه وبتعمل حاجه تانية خالص. انا شفتها، دي كانت بتعيط كل ما بتلاقي فرصه كل لوحدها وكانت دايما عينيها بيكون فيها دموع وبتهرب بعيونها مني. وجوجي بيقول له لا 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 لا, لا. انت بس بتبالغ مش اكتر. وتيمور بيقول له لا انا فاكر كل اللي حصل كويس قوي بس مش عارف انا ليه ما عرفتش اتصرف وقتها. لما قعدت شهر كامل لوحدي في السجن كل حاجه وضحت قدامي، بقيت فاكر كل حاجه وبقيت فاهم كل حاجه. طب قول لي انت ليه هي راحت معايا تشتري فستان خطوبتها وليه لبست في خطوبتها فعلا الفستان اللي انا اللي جبته لها واللي كانت بتبص لي كده وهي بتلبس الخاتم؟ وبعدين اسوره الورد، لا ده مستحيل مستحيل كل ده يكون صدفه. انا بقى متاكد ان في حاجه غلط بتحصل مع هير. ولسه فاكر كمان انها اول ما جت هنا طلبت مني ان انا اشتري لها خط جديد. طب مين اللي لما يروح مدينه تانية يجري بسرعه يغير رقمه؟ وجوجي بيقول له خلاص انا هقتنع بكلامك، انت تقصد يعني ان هير بتحبك انت مش كده؟ فبيقول له مش مهم تحبني او حتى لو كان ده مجرد سوء تفاهم، بس انا قلبي بيقول لي ان هير مش مبسوطه خالص بالجوازه دي وانا متاكد ان كل ده مرتبط ببعضه. وجوجي بيقول له ماشي خليني اصدق ان كلامك صح، هتقدر تقف قدام ديل نواز ازاي؟ وتيمور بيتصدم وبيقول له بس انا ما جبت سيره ديل نواز، انت عارف حاجه ولا ايه؟ فجوجي بيتوتر جدا وبيقول له لا طبعا، يعني اذا كانت هير ما قالتلكش انت يبقى هتقول لي انا؟ لا طبعا انا يعني اللي بقول لك يعني من دماغي كده يعني. وتيمور بيقول له مهما حصل انا هقف قدام الكل وهنقذ هير. وهنا تيمور بيكون قاعد مع المدرب بتاعه واصحابه وبيقول لهم انا طلبت اقابلكم عشان تساعدوني انقذ هير واقدر ارجعها تاني. وجوجي بيقول له لا ده انت اتجننت خالص، هي ما بتحبكش. بس المدرب واصحاب تيمور بيشجعوه وبيقولوا له احنا هنساعدك ترجع هير. وهنا تيمور بيكون عند كيانات وبيقول لها انه مش لازم اي حد يعرف هو رايح على فين لانه لازم يروح ينقذ هير بسرعه. وبتقول له ما تقلقش هتلاقي هير مستنياك، وبتوري له الصوره وهي لابسه الجاكيت بتاعه وبتقول له هي سابت لك الورد بس خدت الجاكيت بتاعك، يلا روح بسرعه انا متاكده انها مستنياك. وتيمور بيتحمس وبيمشي وهير بتخرج من البيت مع ندى وزيبونيسيا وبيركبوا في العربيه اللي بعتها ديل نواز. وديل نواز بيكون مع مامته وبيقول لها انا قلتلك انها هتيجي وهي راضيه وخلاص اهو ابنك هيتجوز زي ما قلتلك. وبيكونوا مبسوطين جدا وتيمور والمدرب واصحابه بيروحوا على محطه القطر وجوجي بيحاول يتصل بهير بس ما بيكونش عارف يوصل لها خالص. وندى بتسال السواق فاضل قد ايه وبيقول لها ساعه او 2 بالكتير
وبتطلب منه يقف شوية في استراحة على الطريق، وهو بيوافق. وهنا بلقيس بتكون عرفت ان تيمور رايح يمنع جواز هير، وبتكون قلقانة جدا عليهم. وصبيحة بتقول لها أنا كنت متأكدة إنهم مخبيين حاجة علينا، هير بتحب تيمور ومش راضية إنها تعترف. وبلقيس بتقول لها بس أنا قلقانة عليهم قوي. فكيانات بتقول لها لا ما تقلقيش، تيمور هيعرف يتصرف. وزيبونيسيا بتكون قاعدة مع هير وبتقول لها فكري لآخر مرة يا بنتي. وهير بتقول لها خلاص يا ماما مفيش وقت للتفكير. وندى بتحاول تتصل بحد بس بيكون مفيش شبكة، وبتاخد تليفون هير وبتاخد رقم منه وبترجع التليفون لهير تاني، وبيمشوا تاني مع السواق. واخيرا بيوصلوا على قصر ديل نواز، وديل نواز ومامته بيستقبلوهم بالورد وبيفضلوا يرحبوا بيهم. وديل نواز بياخد هير من ايديها وبيفرجها على القصر، وهير بيكون متوترة جدا وبتبعد عنه، بتكون مش طايقاه وبتقول انا تعبانة وعاوزة ارتاح. وعند تيمور جيجي بيقول له احنا ليه نزلنا المحطة دي؟ مش المفروض نروح لاهور لهير؟ وتيمور بيقول له لا الفرح هيكون هنا. وجيجي بيقول له طب وانت عرفت منين؟ وتيمور بيسمعه الفويس بتاع ندى، وندى قالت له هير بتعمل كل ده غصب عنها وهي اصلا بتحبك انت وانت لازم تنقذها. وجيجي بيتوتر جدا. وهنا هير بتكون قاعدة وحاضنة الجاكيت بتاع تيمور وبتفضل تعيط. مامة ديل نواز بتدخل ومعاها فستان الفرح وبتقول لها ده فستانك ويا ريت ما تعمليش اي غلط تاني، ان ديل نواز مبسوط فكده انت اللي هتخسري. وهير بتقول لها خلاص انا ما عنديش اي حاجه اخسرها اكتر من كده. فمامة ديل نواز بتتعصب جدا، بتقول لها انت المفروض تحمدي ربنا على الفرصه دي، انت ما كنتيش تحلمي بيها. وهير بتقول لها قولي لابنك اني هلبس الفستان وهكون عروسته بس مش هيقدر يجبرني ان انا اكون مراته. ومامة ديل نواز بتتعصب جدا وبتسيبها وتمشي. وبنشوف المشهد اللي شفناه في أول حلقة في المسلسل خالص، لما كان المدرب وتيمور وأصحابه واقفين عند قصر ديل نواز وبيتفرجوا عليه من بعيد. ومامة ديل نواز بتهتم بكل حاجة وبتستعجل الكل قبل ما ديل نواز يوصل. وهير بتكون بتجهز مامتها وندى بيكونوا متضايقين، وبتدخل مامة ديل نواز وبتكون مبسوطة وبتقول إنها حلوة قوي وده علشان هتتجوز ديل نواز، وإن هو مش مصدق نفسه ومن فرحته هو اللي ساب البيت علشان هي تجهز براحتها. وهير بتقول لها إنها ما جاتش هنا بمزاجها. ومامة ديل نواز بتتضايق جدا وبتديها أساور الورد وبتقول لها انت حرة، قرري بقى إذا كانت دي هتكون أساور ولا أغلال، وبتسيبها وتمشي. وهنا جوجي بيروح يصحي تيمور، وتيمور بيشوف القصر والزينة وبيكون متضايق جدا. وبنرجع عند هير وبتكون بتلبس الأساور ومامتها بتقول لها انت بتعملي ايه؟ وبتقول لها بلبس الإغلال. وندى بتقول لها امنعيها يا خالتي بالله عليكي، انا مش فاهمه هي بتعمل كده ليه. وزيبونيسيا بتقول لها يا هير يا حبيبتي انت مش مجبره انك تعملي ده، احنا لسه عندنا وقت. وهير بتقول لها وقت؟ هو ده الوقت الوحيد اللي لينا وده القرار الصح للكل، عشان لما يحصل أسوأ من كده لازم نكون سعداء دلوقت. وبتفضل تعيط وهما مش عارفين يعملوا لها ايه. وتيمور بيكلم ندى وبيقول لها انا وصلت، وهي بتقول له انا شفت البيت كله وسبت لك الباب اللي ورا مفتوح هتدخل منه على طول، بس خلي بالك لحسن يحصل حاجه وساعتها هير مش هتسامحني ابدا. وتيمور بيقول لها ما تقلقيش وبيقفل معاها. وتيمور بيروح للمدرب واصحابه وبيقول لهم على اللي هيعملوه. والمدرب بيقول لتيمور ان خروج هير من القصر ده مش هيكون سهل ابدا. وتيمور بيقول له انا اللي هرجعها، انتوا صحيح كلكم جيتوا معايا لحد هنا بس لو كنتوا خايفين تقدروا ترجعوا تاني وانا هقدر اعمل كل ده لوحدي. وجوجي بيقول له شفت يا مدرب احنا جينا كل ده علشان نساعده وهو مش فارق معاه خالص. وهير اصلا ولا مره ادت له ذره امل ولا حتى عمرها قالت له انها بتحبه. وتيمور بيقول له مش مهم انا بحبها حتى لو هي ما حبتنيش، ده اختيارها هي وانا مش هقدر اجبرها على اي حاجه. والمدرب بيقول له خلاص يا تيمور روح واختبر حبك، اوعدني انك هتوصل لي هير لبيتي لو انا عشت او مت، بس لازم ترجع سليمة. وبيسيبهم ويمشي. والمدرب بيقول لهم انا كنت بدربه وفاكر انه هيدخل سباق 100 متر بس هو بيجري دلوقتي علشان هير، يلا انتوا عارفين هتعملوا ايه. وبيتحركوا بسرعة. وتيمور بيدخل القصر من على السور وبيسحب البنزين من السكوتر ده وبيدخل في السر مع العمال على اساس ان هو بيشتغل معاهم يعني. وعند هير بيكون خلاص جاهزة وبتكون قاعدة وشايلة الهم قوي. وندى تقفل الباب وبتقول لها اقول لك الحقيقة انا حاسة ان مش مكتوب لك الجواز النهاردة. وهير بتقول لها لا انت شايفة كل حاجة حواليكي بتدل على الجواز اهي لكن مش على الحب. وندى بتقول لها انت لقيتي الحب مرة يا هير بس ضيعتيه من ايدك ورفضتيه، طب ليه؟ وهير بتقول لها في طريق هير مش مكتوب لها حب ميرزا. وفجأة بيدخل تيمور ميرزا وبيحضنها وهير بتخاف قوي بتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ وبيقول لها انا قلت لك قبل كده انا بحبك قوي واوعدك اني هاخدك من هنا. وهير بتقول له هتاخدني ازاي بس؟
انا موافقه على الجواز ده وما قلتلكش اني رافضاه ابدا. وبيقول لها خلاص بصي في عيني كده وقولي انك موافقه على الجواز ده بارادتك وانا مش هتكلم وهمشي. وبياخد ايديها يحطها على راسه وبيقول لها احلفي بحياتي انك ما حبيتنيش ابدا. بس هي طبعا ما بتقدرش تحلف وبتفضل تعيط. وبيخبط الباب وبيروح تيمور يستخبى وبتدخل زيبونيسا وتيمور بيظهر قدامها وبتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ لا بقى حد يفهمني فيه ايه. وندى بتقول لها بصي احنا ما عندناش وقت، العريس ممكن يوصل في اي وقت، احنا لازم نخرج من هنا بسرعه. وهير بتقول لها يبقى انت اللي ساعدتيه، انا قلت لك انا تعبت قد ايه علشان اقدر اسيطر على نفسي. وتيمور بيقول لها سيطرتي على ايه؟ انت دايما بتعملي كده، يلا يلا تعالي معايا وبلاش اللي بتعمليه في نفسك ده. وبيقول لها يلا انا جهزت كل حاجه وبياخدها ويخرج بيها بسرعه في السر. وديل نواز بيوصل مع مامته والكل في القصر بيرقصوا وبيكونوا مبسوطين وتيمور بيهربهم وبيكون هو مش هيخرج معاهم. بس هير بترفض تخرج من غيره وبتفضل معاه. وتيمور بيرمي النار على البنزين وبيولع في المكان كله وفجأة بيحصل انفجار كبير وديل نواز وكل اللي في الفرح بيقلقوا جدا وبيبعت رجالته عشان يشوفوا فيه ايه. وهير بيغمى عليها وتيمور بيكون قلقان عليها جدا وبيحاول يفوقها بسرعة بس هي ما بتفوقش. وبيوصل الراجل بتاع ديل نواز وبيضطر تيمور ان هو يضربه وبيجي ديل نواز وبيمسك تيمور وبيضربه وبيقعدوا هما الاتنين يضربوا في بعض شوية حلوين قوي كده. وهير بتفوق وبتشوف ديل نواز وهو بيضرب تيمور وبتروح تاخد المسدس بسرعة وبتهدده بيه. وديل نواز بيقول لها انت هتقتليني وبيسيب تيمور وبيقف قدامها وبيقول لها اقتليني اقتليني يا هير. وهير بتضرب رصاصة وبتيجي في كتف ديل نواز ومامته بتتصدم وبتجري عليه وتيمور بياخد هير بسرعة وبيهربوا. وهنا بينقلوا ديل نواز على المستشفى ومامته بتكون منهارة وبيحاولوا الدكاترة ينقذوه. والدكتور بيخرج لمامة ديل نواز وبيقول لها ان الجرح عميق جدا وانهم في المستشفى دي مش هيقدروا ينقذوه ولازم ينقلوه على مستشفى تانية. ومامة ديل نواز بتقول له اعمل كل اللي تقدر عليه، المهم انك تنقذ لي ابني وانا هدفع لك كل اللي انت عاوزه. وبيقول لها مفيش وقت والاحسن بقى انه يتنقل مستشفى تانية بسرعة وبيسيبها ويمشي. ومامة ديل نواز بتبص عليه وبتقول له انت لازم تفضل قوي ولازم تتمسك بالحياة عشان تاخد حقك من البنت دي وانا وعدك اني هنقذ ابني. وطبعا كأم بتكون خايفة على ابنها قوي. وهنا هير بتكون بتعيط وبتلوم ندى علشان قالت لتيمور وجوجي بيقول لها لا هو كده كده بقى كان هيجي حتى لو ما قالتلوش. وندى بتقول له انا كان لازم انقذها، دي كانت هتضحي بنفسها وكانت عامله فيها الملاك. وبتقول لجوجي طب انت على الاقل كنت قولي وعرفني. فتيمور بيتصدم لما بيعرف ان جوجي كان عارف. وجوجي بيقول له لا 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 صدقني هير هي اللي خلتني اوعدها اني ما اقولكش على حاجه. وهير بتقول له وقوله كمان انك قلت عليا لعنه في حياه تيمور واني لازم امشي. وتيمور بيتضايق منه لكن زيبونيسيا بتقول لهم اسكتوا بقى مش وقته خالص وحد منكم يشوف القطر هيجي امتى. وهنا مامة ديل نواز بتزعق مع الحراس وبتتخانق معاهم على اللي حصل بسببهم وبتقول لهم يتصرفوا بسرعه ويجهزوا حاجه عشان ينقلوا بيها ديل نواز لمستشفى تانية. وهنا الدكتور بيتكلم مع مامة ديل نواز وبيطمنها وبيقول لها انه جاهز عربيه اسعاف هتنقل ديل نواز لحد المستشفى وكمان وصل خبر للمستشفى التانية وهم مستعدين لاستقباله. وديل نواز بيكون في عربيه الاسعاف ومامته بتكون جنبه قاعده بتدعيله. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنونا في ملخص الجزء الجديد وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك ولو اول مره تتفرجوا علينا فيا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.